اللقاء تحول إلى وسام كبهة مراسل i24 نيوز لإطلاعنا على المزيد من المستجدات الميدانية من عسقلان. أهلا بك وسام. نعم، يعني أنسام، قبل قليل سمع ذوي انفجار سقوط صاروخ في مدينة عسقلان أدى إلى سقوط مباشر على إحدى البيوت، ومن ثم يعني الأنباء تقول أن هناك مصابين، وهناك أيضا مصابين من حالات الذعر بالقرب من مستشفى برزيلاي في مدينة أشكلون. حالات مهمة، يعني كانت ذوي صافرات إنذار لم تسمع في مدينة أشكلون منذ عملية حارس الأسوار عام 2021. لم تسمع ولم تسقط صواريخ بهذه القوة في مدينة أشكلون، والجميع يتحدث عن التخوف الشديد للسكان. لكن قبل ذلك أريد أن أتوجه إلى يعني معي هنا أحد الأشخاص وهو شاهد عيان كان في حفلة الطبيعة والتي نجا منها بأعجوبة، والتي قتل فيها ما يقارب 260، وما زال هناك أشخاص مفقودين حتى هذه اللحظة، هناك أناس مخطوفين. أريد أن أتحدث إلى إيريز. بالبداية أريد أن أسألك بالعربية، أنت كنت أحد الأشخاص الذين نجوت بأعجوبة من هناك، حدثني عن أبرز ما رأيت وشاهدت. سبير لي شيء عيد لشام، ما رأيت بديوك ما كرا؟ اوكي، in English or أنا وصلت إلى الحفلة من الساعة 3 حتى 6 كان كل شيء على ما يرام. بعد ذلك بدأت قذائف والناس بدأوا بالهرب باتجاه الشارع. أنا اعتقدت بأنه من الأفضل أن أظل في مكان مفتوح أفضل من أن أصل إلى الشارع. إذا ذهبت إلى الشارع فسيراني حماس ويطلقون علي النار، لذلك فضلت أن أبقى في مكان مفتوح. قررنا أن نختبئ تحت المنصة، وكل من كانوا على الشارع أيضا هربوا إلى منطقة المنصة. بقينا هناك بهدوء لكي لا يكتشفونا. بعد فترة رغم أننا كنا هادئين وصل المخربون إلى اتجاهنا وقدنا إلى المناطق المفتوحة وبدأوا يطلقون النار علينا ويطعنون الناس حتى الموت. كنا بحالة يأس، بحالة عجز. الكثير من المخربين سأعود أقول لك. وصلنا إلى الوادي وكانت هناك شجيرات اختبأنا بينها، وكان هناك الكثير من المخربين. لم يكونوا مخربين مع سلاح مع بنادق، كانوا مدنيين من غزة. دخلوا ووجدونا وقالوا هذه فرصة، تعالوا نقتلهم. قتلوا، اغتصبوا بنات على قيد الحياة، ماتوا قبل ذلك، قتلوا وكانوا يضحكون خلال ذلك. انتهى الوقت، عذرا. دعني أشير إلى العواجل التي تأتينا من مدينة القدس. وسام كبهة، شكرا جزيلا لك حتى اللحظة من مدينة عسقلان.